انت بتحب العطور الفخمة؟ طيب، ايه رأيك بقى لو انا قلتلك ان في عطر بيخلي الناس تتسأل انت لابس ايه؟ والسؤال الحقيقي هو هل هو فعلا يستاهل السعر الغالي، ولا هو ده ترند بس على السوشيال ميديا؟ انا جربته بنفسي والنهاردة هقولك كل حاجة عنه. يعني انا حاسس ان في حاجات كتير جدا ما بتتقالش عن العطر ده، وهديك الريفيو الصريح الحقيقي. خليك معايا بقى لآخر الفيديو عشان أقولك إيه قصة العطر ده. السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن واحد من أكتر العطور اللي عملوا ضجة كبيرة جدا من ساعة ما نزل حتى يومنا هذا. هنتكلم عن إربا بيورا من زيرجوف، اللي هو بيقولوا عليه هو مزيج من السحر والفخامة والجاذبية. أول حاجة تعالوا بقى نتكلم عن الإزازة، اللي هي فعلا يا جماعة تحفة فنية قبل ما تكون عطر. إزازة إربا بيورا شكلها فاخر جدا وبتعبر عن هوية زيرجوف بوضوح. الإزازة لونها أزرق سماوي تركوازي كده لامع، لون يوحي بالنقاء والانتعاش، وبيعكس اسم العطر اللي هو إربا بيورا أو العشب النقي باللغة الإيطالية. في تاج ذهبي فوق الإزازة، رمز مميز في أغلب عطور زيرجوف، بيدي فخامة وأناقة وبيخلي الإزازة تحسسك إنك ماسك قطعة ملكية. شعار زيرجوف محفور على الإزازة بشكل واضح، والتغليف جوه مبطن بقماش قطيفة بيخلي تجربة فتح العلبة في حد ذاتها مناسبة خاصة. الإزازة تقيلة في الإيد، يعني بتدل على الفخامة والقيمة، مش أي حاجة خفيفة أو رخيصة. رشة العطر ناعمة وموزعة كويس، يعني الأتومايزر يعني موزع كويس جدا. البخاخ عالي الجودة وبيغطي مساحة واسعة. عطر جذاب جامد تقيل، ومن العطور الفخمة اللي بيخلي الناس تنتبه ليك فعلا. فركز معايا. عطر إربا بيورا هو من الدار الإيطالية زيرجوف، اللي هي بتعمل عطور إيطالية فخمة بطابع شرقي. يعني سنة 2003 تأسست الدار دي. وإربا بيورا أو العشب النقي ده كان من مجموعة اسمها الشوتينج ستارز، نزلت في نفس الوقت مع مجموعة كازا ماراتو، تقريبا كازا ماراتو. فالعطر ده هو أصلا كان تبع شركة تانية اسمها سوسبيرو، والشركة الأم بتاعتها كانت زيرجوف. بس من ساعتها سوسبيرو انفصلت عن زيرجوف وبقى المقر بتاعها دبي. وزيرجوف هما سوسبيرو عندهم نسخة من إربا بيورا. على فكرة النسخة دي جميلة جدا فعلا. ودار زيرجوف احتفظت بإربا بيورا الأصلي، طبعا عشان نجاحه الساحق من أول ما نزل السوق. يعني فعلا كان اكتسح المبيعات من العطور اللي من النوع دي، العطور اللي هي الفاكهية. طبعا دار زيرجوف معروفة بالمكونات الفخمة الغالية، وطابع الملكي للبرزنتيشن بتاع الإزازة بتاعتهم. يعني بصراحة حاجة عالمية جدا. والعطور بتاعتهم غالبا، يعني حسب العطور اللي أنا جربتها شخصيا، كلها عطور قوية جدا. العطر ده من تصميم كريستيان كاربونيل، العطار الأسطوري الإسباني اللي هو مشهور جدا إنه بيعمل عطور نيش بطابع شرقي، ومعروف جدا في دول الخليج، وعمل في كذا شركات خليجية، وعمل لهم عطور شرقية تقيلة جدا معروفة. وهو دايما بيحب يحط لمساته الشرقية، وده باين جدا في العطر ده. تعالوا بقى نجرب. انا بصراحة العطر ده اول مرة رشيته كان في فصل الشتاء. هو عاملين له ماركتينج ان العطر ده لطول السنة، بس انا اول ما شميته في الشتاء
يعني بصراحة ما شدنيش قوي، يعني كان هو حاجة يونيك نادرة جدا. بس أنا فكرني كده وأنا صغير كان في شامبو كده اسمه هيربل اسنسز، وده كان فيه فواكه تروبيكال، فواكه استوائية زي الأناناس والباشن فروت وكده. وفي ناس طبعا ما بتحبش العطر ده، بتشبهه بالشامبو، بس أنا مش شايف دي حاجة وحشة خالص، يعني أنا شايفها دي حاجة كويسة لصالح العطر ده أصلا. ف يعني من الاتومايزر، لما تشمها بتحس بقوة العطر أصلا من أوله. فتعالوا بينا نرش العطر. بسم الله. ريحة العطر ده بقى أول ما تشمه هتفكرك كأنك واقف كده في سوق فواكه فخم جدا أورجانيك طبعا، في بيروت أو نابولي. وكل حاجة من الفواكه دي حواليك فريش وكده وبتلمع. طبعا هو ريحة صناعية أكتر من العطور التانية، بس بصراحة هو عطر مبهج. مبهج هي دي كلمة، يعني عطر كده بيحسسك إنك في أجازة، قاعد كده في اجازة وبتشرب كاس فخفخينة او كوكتيل زي ما بيقولوا، والشمسية فوقيك وانت قاعد على البحر، والجو مش نار يعني، بس شوية كده ايه، في هوا حلو. فالريحة دي يعني هتعبق الشط كله، يعني اي حد هوا يعدي عليك الناس كلها هتشمه اللي جنبك. زي ما قلنا الاربا بيورا معناها العشب النقي. عشب النقي، اربا زي هرب، بيورا اللي هي بيور هيرب او اربا بيورا. بس العطر بصراحة انا مش شامم فيه اي نوتات عشبية اطلاقا، انا مش عارف هما اطلقوا عليه الاسم ده ليه. تعالوا بقى نتكلم عن مقدمة العطر. اول ما ترش العطر ده هتحس بانفجار من الفواكه الحمضية زي البرتقال والبرجموت. البرجموت اللي هو حاجة كده شبه لما يخلطوا لو برتقانة اتجوزت ليمونة، العيل بتاعهم حاجة كده زيها، بس طعمها مر جدا، بس ريحتها فواحة وقوية جدا. ريحة نفاسة، بيستخدموها دايما في العطور اللي هي من الطابع الحمضي، العطور الصيفية دي. والليمون هنا بقى بيدي توتر بسيط كده بين الحلاوة والحموضة، وده بيخلي بداية العطر فعلا مبهجة جدا. وفي قلب العطر بقى اللي هو بقى السكر والفواكه الاستوائية، فالحمضيات بقى بتاخد كده دور الكومبارس، وبتدخل بقى الفواكه الاستوائية زي الأناناس والباشن فروت والمانجا والتوتيات. توتيات هي دي كلمة فعلا ولا مش عارف بصراحة، بس هي بقى البيريز. ف... فدي بقى بتدي العطر حلاوة كده مركزة، كأنك كده بتشم جالي أو حلويات فخرة من النوع ده. وفي ناس كتيرة بتقول إن الفترة دي العطر بيفكرهم بمارشميلو بالفواكه. الإحساس هنا بقى بيبقى مرح كده وشبابي، وفي شوية أنثوية، لا في فعلا عمق وثراء. وفي قاعدة العطر بقى اللعبة هتبتدي تتغير، لأن الفانيليا والعنبر هيزودوا العطر كده بطابع كده ناعم وحسي، والمسك الأبيض هيغلف بقى كل ده بطابع كده ناعم، تحسه كده إنه ريحته باودر كده، ريحة البودرة شوية. وقاعدة العطر دي بقى هي اللي بتحول العطر كده من فاكهي سكري إلى عطر مثير وفخم. وده فعلا اللي بيحسسك ان العطر ده فعلا فيه نظافة وأناقة في نفس الوقت. ولو انت مش عايز تبقى ريحتك شبه اي حد، فإربا بيورا هيناسبك فعلا. بس مع ذلك انا ما زلت بقول لازم التجربة قبل ما تستثمر. وطبعا العطر انا في رأيي مائل للأنوثة شوية، بس الشباب اللي أقل من سن ال40 يعني ينفع يناسبهم. ولو أنت في أجازة يعني أنا ما تفرقش معايا بصراحة. أنا وأنا في الأجازة آم، عشان عايز عطر كده أعمل له ريفيو، يعني برش أي حاجة قدامي،
لو انا عطر كده عايز اعمله ريفيو ما يهمنيش ده يونيسكس، بس العطر ده فعلا هو يونيسكس للجنسية، يعني مش مسوق له انه يبقى عطر انثوي، لا هو عطر للجنسين. هو فعلا مش ارخص عطر، بس فعلا انا في رأيي يستاهل كل جنيه يدفع فيه، لانه عطر يونيك جدا وعطر قوي جدا وفواح، ومش محتاج اكتر من 3-4 رشات. وانا منصحكش ترش في رقبتك، رش على الجاكيت بتاعك، رش على رقبتك من ظهرك، بس مش في وشك كده، لانك هتشمه طول الوقت. يعني هو عطر بيعلن عن نفسه، يعني ينفع تدخل الأوضة كده لو انت مثلا انسان انطوائي، يعني ده مش عطر ليك. لو انت يعني شخص كده واثق من نفسه وبتحب انك تتميز عن غيرك، وبتحب العطور الفاكهية السكرية، فعلا ده عطر رائع. انا صراحة هو عطر قوي جدا وبحبه جدا، بس انا بميل شوية الى العطور اللي هي البحرية المالحة في الصيف، وفي الشتاء بحب العطور التبغية والفانيليا وكده. فاغلب العطور اللي عندي هي انا يونيسكس للجنسين. يعني بصراحة انا ما بشتريش مثلا عطر عشان لا مكتوب عليه للرجال فقط، لا انا بشتري حاجة عايز اتميز بيها. العطر فعلا حلو جدا، هي ريحة شامبو بس حلوة جدا. ريحة يعني فواكه، لو زي ما قلنا لو انت بتحب الفواكه، العطور الفاكهية اللي هي مش حمضيات وبس، لا فيها مانجا واناناس. انا بشم الاناناس في العطر ده اكتر من كريد افنتس. يعني انا اول حاجة شميتها من الفواكه، مش عارف اللي جذبتني، اللي هي نوتة الاناناس، مع ان هم مش كاتبين في الموقع بتاعهم ولا حتى مكتوب في فراجرانتيكا ان العطر ده هو مكتوب فيه فواكه استوائية بس. فهي غالبا بيستخدموا مستخلصات زيوت كده فيها تروبيكال استوائية، فمش محددين بالظبط النوتات، لأن التركيبات دي طبعا تركيبات سرية. فلو عجبكم العطور من النوعية دي، فعلا إربا بيورا عطر يعني يونيك، عطر مميز ومن دار مميزة. وكريستيان كاربونيل هو حط التوقيع بتاعه، ويعني لو انت من معجبي العطار الأسطوري الإسباني هتعرفها على طول. أول ما الأخشاب اللي بيستخدمها، النوتات الفانيليا والعنبر، الأنواع اللي هو بيستخدمها أنواع بجودة عالية جدا، واللي ساعدته في العطر هي المساعدة بتاعته اسمها لورا سانتاندير، وهي بقى اللي كانت مسؤولة عن اللي هي النوتات بقى الفاكهية دي، اللي الناس بتتريق عليه، بتقول لا ده ريحة شامبو مش شامبو. لا دي مش حاجة وحشة خالص، أنا مش شايفها في رأيي حاجة وحشة. والعطر ده مثير جدا لو شميته على الجنس اللطيف. لو تيجي بقى عايز تتكلم عن أداء العطر، هو فعلا عطر قوي جدا. أداؤه على جسمي أنا بشرتي جافة، بيقعد معايا 10 ل 12 ساعة. وأنا دايما عندنا شوية في الجو حر، احنا في الصيف دلوقتي، بس بيبقى فيه هوا كده برد شوية، فبلبس جاكيت كده ووتر بروف، جاكيت مطر. بس العطر ده بيقعد في الجاكيت ده اكتر من 12 ساعة، يعني تاني يوم انا بشمه، لحد تاني يوم والله بشمه. عطر قوي جدا، خاصة اللي هي من العطور اللي من النوعية دي، العطور الفاكهية الاستوائية المسكرة، اللي طبعا فيها خلفية من الأخشاب والمسك والعنبر. وزي ما قلنا الفوحان بتاعه قوي جدا، هيملأ المكان. يعني أنا هو بصراحة عطر معروف جدا وناس كتير جدا بتشتريه، وأغلبية الناس دي من سن مثلا
20 يعني 20 بقى لحد 40. ما انصحش بقى حد فوق ال40 مثلا يلبس العطر ده، لان العطر ده للجنسين يعني للذكور والإناث. بس انا بصراحة في رأيي انا مش هديه 60-40، لا. العطر هو مائل للأنوثة شوية وبس. لو انت طبعا راجل واثق من نفسك يعني ما يهمكش طوب الارض، فيعني وبعدين ريحته ما بتطلعش زي يعني لما تشمه على واحدة مختلف عن لما تشمه واحد عدى جنبك وهو لابس العطر ده، تبقى حاجة مختلفة. طبعا العطر ده انا هقول 51% مائل للأنوثة اكتر عن الرجالة. فالانتشار العطر ده تقيل في اول 3 ساعات 3 ساعات ونص على جسمي، وبعد كده هيقرب منك شوية. هو فعلا عطر قوي جدا وفواح وتقيل وبينتشر في الأوضة، يعني هيعبق الأوضة، ومع كل هوا يعدي عليك الناس اللي وراك هتشمه. الناس اللي بتشتكي من العطر ده هي الناس اللي بتستحمى بيه، يعني هو رشة رشتين 3 كده حلوين ومش اكتر يعني. مش محتاج انك ترش كتير منه. بس برضو مع ذلك هديك نصيحة انك ما ترشوش في الظهر مثلا وانت قاعد في الزحمة، يعني هتخنق نفسك وهتخنق كل اللي حواليك. يعني لو انت في مكان واسع كده وبعد العصر كده مثلا، بعد العصر يعني يليق بالعطر ده. العطر ده بقى مش طبعا مش عطر اليوم عادي، ده عطر مناسبات. عطر مناسبات او خروجات ليلية، او انت في اجازة ماشي على الشط كده بالليل. حتى لو في الصيف هتستخدمه في الصيف. طبعا في ناس ما بتحبش العطور القوية جدا في الصيف. صراحة انا بستخدمه في طول السنة حسب مزاجي. بصراحة العطور دي مود، يعني انت ومزاجك، مش العطر اللي انت تستخدمه يوميا مثلا وانت رايح على الشغل او الجامعة. خاصة للرجالة لا. انا بقول يمكن الستات يعني يمكن يستخدموه يوميا، بس الرجالة لا، ده مش عطر يومي، ده فعلا عطر عطر اجازات وعطر خروجات وكده. وطبعا مش اللي فوق سن ال40. يعني لو بتحب العطور الفاكهية المسكرة مش هتندم لو اشتريت العطر ده. بس زي ما بقول انا دايما انا بحب العطور النيش، فهي عطور لازم تجرب، لازم التجربة قبل ما تعمل الاستثمار ده. ولو جربت إربا بيورا قول لي رأيك فيه في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد.